المنتخب المغربي في مواجهة المنتخب السوري غدا برسم ربع نهائي كأس العرب قطر 2025. كيفاش غادي يتعامل المدرب طارق سكيتيوي مع القتالية والصلابة ديال المنتخب السوري؟ واش غادي يقدر المنتخب المغربي يبين الوجه الهجومي الحقيقي؟ وشكون غادي يربح معركة وسط الميدان ويتحكم في نسق المباراة؟ وشنو هي نقاط قوة وضعف كلا المنتخبين؟ وفي الاخير شنو هي التشكيله المتوقعه اللي دخل بها طارق سكيتيوي في المباراه ديال الغد؟ اهلا بكم متابعينا. المنتخب المغربي خرج من دور المجموعات بطل ديال المجموعه الثانيه ب7 نقاط من فوز على جزر القمر وتعادل سلبي مع سلطنه عمان وفوز في المباراه الاخيره على المنتخب السعودي ب1-0. هذا الفوز الاخير ضد المنتخب السعودي خلى المنتخب المغربي يتصدر المجموعه ويستعد للمواجهه الحاسمه واللي غتكون في ربع نهائي كأس العرب. المنتخب السوري تأهل من المجموعة الأولى كوصيف أي في المركز الثاني ب5 نقاط وقدم أداء مقنع خصوصا من ناحية ديال اللعب الجماعي والصلابة الدفاعية. الآن غنمشيو وغنشوفو نقاط القوة والضعف ديال المنتخب السوري. فيما يتعلق بنقاط ضعف المنتخب السوري فنقدروا نقولوا انه عنده مشكل كبير في بناء الهجمه، اي انهم كيكونوا يعني بطيئين بشكل كبير في بناء الهجمه، ما عندهمش السرعه الكافيه في الخروج بالكره من خط الدفاع مرورا بخط الوسط وصولا الى خط الهجوم، بالاضافه الى تراجع اللياقه البدنيه في الشوط الثاني. دائما ما نشاهد يعني وكنشوفوا انه عندهم واحد التراجع بدني او اجهاد بدني في الفتره الاخيره من المباراه. نقدر نقولوا انه نقطه الضعف الثالثه اللي بانت ليا انه كاين واحد النقص كبير في اللاعبين الخالقين للفرص. يعني المنتخب السوري ما كيعتمدش على اللاعبين المبدعين يعني اللي يقدروا يغيروا نتيجه الماتش بلمسه واحده ويقدروا يديروا لك واحد يعني لا ديفيرونس. ما كاينش داك الحل المهاري، يعني كيلعبوا جماعيين وبالتالي فهذه في بعض الاحيان فهي كتكون سيف ذو حدين. نقدر نقول انه واحد يعني بعض النقاط القوه اللي عند المنتخب السوري نقدر نقول انه الروح القتاليه فهي ابرز نقطه قوه للمنتخب السوري، انهم كيلعبوا بشكل جماعي وكيتقاتلوا على يعني القميص ديالهم وعلى بلادهم بشكل كبير. وهذا الشيء اللي بان في المباراه يعني في المباريات اللي تجراو بدور المجموعات، خاصه يعني المباراة اللي كانت ضد المنتخب التونسي وأيضا ضد المنتخب القطري. نقطة القوة الثانية اللي بانت ليا عند المنتخب السوري فهي الكرات الثابتة، خاصة الضربات الحرة كما شاهدنا في المباراة اللي كانت في المباراة الأولى اللي سجل فيها عمر خريبين الهدف ديال الفوز ضد المنتخب التونسي. الان غنمشيو وغنشوفوا بعض نقاط القوه والضعف ديال المنتخب ديالنا المنتخب المغربي. المنتخب المغربي نقدر نقول انه من نقاط الضعف ديالو هي غياب الاجنحه الحقيقيه. المنتخب بقياده طارق سكيتيوي ما عندوش اجنحه كثيره، ما نقدر نقول انه منعدم بشكل كبير، خاصه في يعني في التشكيلات الاساسيه اللي لعب بها في المباريات الثلاث، سواء ضد منتخب جزر القمر منتخب عمان وايضا ضد منتخب السعوديه في المباراه الاخيره. وكاين واحد النقص كبير في السرعه في الجهات، يعني سواء الجهه اليمنى والجهه اليسرى. كاين واحد الفرق في الجهه اليمنى، لكن هذا الفرق اللي كيصنعوا فهو محمد بولكسوت هو اللي كيصنع هذا الفرق، اما فيما يتعلق بالجناح فهو غائب. نقدر نقول انه نقطه الضعف الاخرى فهي الفعاليه قدام المرمى. يعني خلقنا فرص في المباريات الثلاث، كانت فرص كبيره لكن ما كانتش اهداف، كانت اهداف قليله. خاصه نقدر نقول ان المباراه الاولى ضد منتخب جزر القمر كانوا اهداف لكن يعني بكرات ثابته، خاصه الهدف الاول والثاني. لكن في المباراه ضد عمان جاو فرص لكن ضيعناهم، وايضا ضد المنتخب السعودي كانوا بعض الفرص لكن نقدر نقول انها كانت قليله بشكل كبير. يعني خاصنا نركزوا بشكل كبير على انهاء الهجمه. نقطة الضعف الأخرى اللي بانت لي من بعد ما شاهدت المباريات الثلاث للمنتخب المغربي بقيادة طارق سكيتيوي، نقدر نقول مستوى بعض اللاعبين، بعض الاسماء مازال يعني ما وراوش المستوى اللي معروف عليهم، وخاصهم يفجروا طاقتهم في هذا الدور الاقصائي، خاصه انها مباراه واحده سواء يا اما غتدوز للنصف النهائي يا اما غتودع من دور الربع. بالنسبه لنقاط القوه ديال المنتخب المغربي ونقدر نقول نقطه القوه الوحيده عند المنتخب المغربي فهي الصلابه الدفاعيه والخبره، يعني وجود لاعبين امثال سعدان بوفتيني وبولكسوت، فكان واحد المستوى كبير في خط الدفاع. ما ذكرتش المساوي حيث المساوي في المباريات الثلاث فكان ضعيف بشكل كبير، خاصة في المباراة الأخيرة ضد المنتخب السعودي اللي لعبوا عليه بشكل كبير كما كنشاهدوا في هذه اللقطة.
لعبوا عليه محاولات كثار. فيما يتعلق بالتشكيله المتوقعه للمغرب، فمن المتوقع جدا انه طارق سكيتيو ما يبدلش وغيلعب بنفس الخطه اللي هي 4-4-2 بالاعتماد على المهدي بن عبيد في الحراسه. فخط الدفاع محمد بولكسود، سفيان بوفتيني، مروان سعدان، حمزه الموساوي. حمزه الموساوي اللي كنتمنى انه يتغير ويلعب بلاصتو بنتايك، لكن لا اظن من الممكن جدا انه يعتمد عليه طارق سكيتيوي رغم انه كان ضعيف في المباريات الثلاث خاصه في المباراه الاخيره. فيما يتعلق بوسط الميدان، فمن المتوقع جدا انه يكون انس باش، ربيع حريمات، امين زحزوح، ووالد الكارتي، رغم انه بعض اللاعبين من هؤلاء ما قدموش مستوى كبير، خاصه والد الكارتي، زحزوح. ربيع حريمات هو الاخر ما قدمش وما بينش المستوى الكبير اللي بان به في الشام، وايضا كيبان به مع فريق الجيش الملكي. وفي الهجوم فغيكون طارق تيسوزالي وكريم البركاوي اللي قدموا مستوى مقبول في المباريات اللي لعبوهم. عموما فهذه هي التشكيله المتوقعه يدخل بها طارق سكيتيو في المباراه ديال غدا ضد المنتخب السوري.